اهلا بحضراتكم جديد مشاهدينا، مستمرين مع حضراتكم زي ما ذكرنا في البدايه. يعني ضيفين كانوا موجودين في مصر ولا يزالوا يعني في طبعا الاحتفاليه الكبرى المصريه، معرض القاهره الدولي للكتاب. قدموا بعض الاعمال، وطبعا حضروا بعض الفعاليات هناك. وبالتالي احنا طبعا يشرفنا استضافتهم النهارده. طبعا التقينا في الفقره الاولى بالشاعر الاردني الفلسطيني دكتور راشد عيسى. الان هوشنك اوسي هوشنك اوسي كردي سوري مقيم في بلجيكا. طبعا بيكتب باللغه العربيه، بيكتب بالكرديه، ومقيم في بلجيكا. طبعا أعماله متأثرة جدا بفكرة التحرك في الأماكن، وخاصة في الرواية بيبان ده عنده. يعني كتب أو أنجز حوالي 9 دواوين شعرية وثلاث روايات. بيشرفنا النهاردة في الاستوديو الشاعر هوشنك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا بيك. الف شكر الف شكر. يعني في السيره، يعني وكما بدات، يعني مش هعمل تفرقه مع دكتور راشد عيسى. وبدانا من الطفوله والنشاه والتكوين الاول، يعني وخاصه ان انت تنقلت بعدها في اماكن عديده، لكن من عند النشاه الاولى كده كلمني والطفوله بتاعتك. البشر ذاكرة، إن ذاكرتهم رحلوا. فالطبقات الأولى للذاكرة تبقى دائما هي التي تؤسس للتجربة، سواء تجربة في الشعر أو في الرواية. أنا عندما كنت في المرحلة الابتدائية كنت تلميذا مجتهدا متفوقا في الدراسة. لدي هواية الرسم، أغني، أقف على خشبة المسرح 3 سنوات على مستوى مدارس المدينة. كنت أفوز في مسابقات المسرح. يا طفل عمره 10 سنوات أو 11 سنة أو 9 سنوات يواجه جمهورا، يواجه الكاميرات، يواجه الإضاءة. تلك الرهبة بالنسبة لي كانت موجودة في فترة الطفولة. طبعا الطفولة مجبولة بالفقر والمعاناة واليتم. أنا توفي والدي وأنا عمري 4 سنوات. بالإضافة إلى الواقع العام، يعني أعيش في مدينة نائية على الحدود التركية. شطرت الحدود المدينة شطرين، سوريا السوري وتركيا. والتركي. ضمن تلك الحواري والأبنية الطينية، ضمن تلك المناخات والأجواء، كنا يعني نلعب ونعبث حفاة. نلعب الفوتبول ونشتبك، نعمل مشاكل. أنا مش كنت مشاكس للدرجة دي، لكن اكيد كنت مسالم. عشت اجزاء منها يعني. طبعا كنت في فترة الطفولة كنت مسالم وأتجنب الاشتباك مع أصحاب العضلات. أيوه. لكن الآن في مرحلة الكتابة والثقافة، يعني الذين ينظرون إلى تجربتي يقولون أنه هذا شخص كان مشتبك شيء وقلق شيء. ومشاكس. بالمحصلة مرحلة الطفولة أمي تقول لي أنك أخذت الشعر مني، لأن والدتي تغني بالكردي وبالتركي، وتقول أنك أخذت السرد من جدتك. أصوات الأكراد منتهى الجمال، نفس المقامات العربية، أو يعني الشجن العربي المدموج بالشجن التركي والكردي. أنا شخصيا تستهويني هذه المنطقة اللحنية في الأغنية الكردية. عندما كنت طفلا، يعني بصوت الطفولة غنيت، يعني رغم أنه الغناء الكردي كان ممنوعا، يعني في سوريا الواقع السياسي، الواقع الاجتماعي، الواقع الثقافي للأكراد
في تركيا، في سوريا، في إيران، وفي العراق في تلك الحقبة كانت ممنوعة، يعني أن تغني بالكردي، أن تكتب بالكردي. حتى اسمي كهوشنج، اسم يعني والدي أراد أن يسجل اسمي في سجلات النفوس، كان ممنوعا يعني في تلك الحقبة. يعني دفعنا هل ضريبة ذلك. وصلت المعنى هوشنك ماذا يعني بالكردية؟ هوشنج هو اسم كردي وفارسي. يعني اسمي أيضا يعني تشترك فيه ثقافتان، يعني الكردية والفارسية. الاسم دارج بين الأكراد وبين الفرس، ومعناه يعني ماهر أو الأنيق أو الذي يتقن عمله بهذه المترادفات معنى هوشنج. هذا الاسم عندما أراد والدي أن كان يسجله مشكلة. في سجلات النفوس كان يعني غير من لأسباب سياسية، اعتبارات سياسية. هذا الواقع سرعان يعني الطفل يعاني من مشكلة، من إعاقة، من الفقر، من اليتم، من كل هذا يعني تسرب فيما بعد. عندما أعيد النظر في تجربتي فيما يتعلق بالكتابة أجد تلك الملامح، ملامح الطفولة. هل الرواية الأولى حملت كل هذه يعني المترادفات والمتناقضات في الطفولة؟ لا أعتقد. الشعر يعني أكثر حمالا للمعاناة. الرواية منفتحة أكثر على يعني اللحظات السعيدة واللحظات التعيسة في حياة الشخص وفي حيوات الآخرين المحيط. يعني إن قرأت عملي الأول أو الثاني، وللملحوظة يعني الرواية التي صدرت لي مؤخرا في القاهرة هي الخامسة. يعني إن قرأت هذه أنا قلت ثلاثة في عملين كمان، آخرهم كان بالوكالة عن الغيب، صدر عن مؤسسة بتانا للنشر على المعرض، معرض القاهرة الدولي للكتاب. مهما أوغل الراوي أو الكاتب في التواري، لابد أن يكون شيئا من سيرته موزعا أو مبثوثا في النصوص، أو حتى تناقضاته، طبعا بعض قناعاته أو حتى قناعاته يعني. ف فيما يتعلق بالشيء الذاتي، لأنه الشعر هو فن الأنا، يعني أكثر استيعابا أو تعبيرا عن المعاناة الشخصية. أما الرواية فمسألة تخيلية تحاول أن تعكس واقع اجتماعي معين بتنويعاته السياسية والاجتماعية. هذا ما أميل إليه في. هل أكملت كل الدراسة في المنطقة الكردية يعني في بلد المنشأ؟ طبعا، لكن الدراسة كانت وفق مناهج التربية والتعليم البعثية. تلك الضغوطات التي عانينا منها، حالات السهر والقمع، لم تخلق لدي ردة فعل عكسية فيما يتعلق بالشعب العربي، باللغة العربية، بالثقافة العربية. بالعكس تماما، يعني أنا أعتبر اللغة العربية لغتي الأم الثانية، يعني بالإضافة إلى اللغة الكردية اللي هي أي لغة أنت تتقنها تخيلا وإحساسا وشعورا وانتماء، فهي لغتك الأم، يعني تصبح لغتك الأم. اللغة الأم هي ما نعبر به عن ما تعتلج الأنفس من أفكار وخيالات وآلام وبالتالي مراحل التأسيسية، سواء مرحلة الصبا أو مرحلة الطفولة، لحقتها مرحلة الصبا التي يعني الأكراد يكبرون بسرعة، أو حتى يمكن أي شخص الفلسطيني أيضا، الطفل الفلسطيني اللي بيعيش معاناة يعني سياسية، كتر الهموم تجعله يعني حمال أعباء فردية واجتماعية وأسرية بسرعة. وبالتالي أعتقد أنه أنا من تلك الطينة الذي يعني كبر بسرعة وصار يتبنى الأفكار الكبرى، أفكار اليسار، العدالة الاجتماعية، المساواة، التحرر. لكن سممتنا أيضا، يعني مثلما سممتنا كتب البعث، كتب اليسار والكتب العقائدية بشكل عام التي تحجم العقل والوعي، تسمم الأفراد هو والمجتمع. التناحر وهذا الصراع الفكري لما يسجل في كتاب بتبقى مسألة صعبة، يعني فيعاني منها النشء أو الشباب.
في فترات خاصة وإن كانت هذه الكتابات تخدم سياسة معينة أو يعني من ورائها أهداف لابد وأن تتحقق يعني، فهنا تعتبر كتابات مشبوهة معظمها يعني. في تقديري في تقديري يعني أنا الكتابات فيما يتعلق بالرواية، النفس النقدي في الرواية واضح وجلي، يعني للتيارات والتوجهات العقائدية الأيديولوجية سواء كانت الوضعية منها وغير الوضعية. العبث بمصائر المجتمعات، بمصائر الأفراد، واستثمار العقائد في هذا الخصوص أتلف وما زال يواصل إتلافه لمجتمعاتنا في منطقة الشرق بعد الأوسط. الدراسة الجامعية إلى أين ذهبت واستقر بك الحال؟ أنا لا أحمل إجازة بعد جامعية. الثانوية. فانتقلت إلى دمشق، إلى العاصمة، من مدينة هي بلدة الدرباسية. انتقلت بي الظروف والأحوال إلى دمشق. شخص زي ما يجي من الريف المصري للبندر ويرى العمارات ويرى الشوارع العريضة وهذا الكم المهول من البشر، دي الصدمة الأولى هذه هي الصدمة الأولى التي تخلق لديه حس الفضول والاستكشاف. في دمشق بدأ الميل الأدبي والثقافي والتفرغ للكتابة. صرت أجوب المراكز الثقافية، أجيب برامج وأنتقي ما يناسبني، أمسيات شعرية، عروض سينمائية، معارض تشكيلية، وأنظم وقتي واستفدت من دمشق كثيرا يعني كمدينة. يعني إذا هل دمشق شهدت ميلاد ديوان أول لديك؟ طبعا. الديوان الأول لا أحسبه شعرا، إنما محاولة تمرين على الشعر، لكن الديوان الثاني والثالث سواء باللغة الكردية أو باللغة العربية في دمشق. يعني دائما أنا أقول الآن هنا في القاهرة شاعر أعتبره أستاذا من أساتذتي، يعني هو شاعر حمصي سوري أصيل اسمه عبد القادر الحصني. أخذ بيدي، يعني التمس في أو الموهبة، فحاول أن يساعدني وبدأ ينشر لي في إصدارات اتحاد الكتاب العرب، الأسبوع الأدبي، الموقف الأدبي. وفيما بعد اتجهت إلى الكتابة في الصحافة العربية. كتبت في صحيفة الحياة في حدود يمكن 11 سنة تقريبا. كتبت في المستقبل اللبنانية، في السفير، في النهار، وفيما بعد في جريدة الخليج، حتى يعني في مواقع إلكترونية وصحف مصرية أيضا يعني. ترجمت المقالات الصحفية، مقالاتي البعض منها إلى اللغة الإنجليزية، إلى اللغة الفرنسية، إلى اللغة التركية، وأعيد نشرها فيما يتعلق بالتحليل السياسي. مقال الرأي الذي يستند على يعني معطى وتحليل سياسي. كتبت أيضا. لماذا بلجيكا بعد ذلك؟ بلجيكا هي يعني من مصادفات الحياة. أنا تعرضت إلى ضغوط أمنية في سوريا نتيجة انتقاداتي للنظام السياسي وللاستبداد هناك. اضطريت يعني بعد ملاحقة أمنية أن أتوارى عن الأنظار ثم أتجه إلى تركيا. تركيا وقتها في 2009-2010 كانت على علاقة وثيقة ووطيدة واستراتيجية مع النظام في سوريا. كنت شخصا غير مرغوب فيه في تركيا أيضا، لأنني كنت أنتقد القمع والاستبداد التركي على الأكراد، على الأتراك، على العرب في تركيا أيضا. كنت معروفا في تركيا نتيجة ترجمة الصحافة التركية مقالاتي نقلا عن صحيفة الحياة، عن صحيفة المستقبل، ويعيدون نشرها باللغة التركية. فعندما لجأت إلى تركيا كنت شخصا غير مرغوب فيه لدى السلطات التركية نظرا لانتقاداتي للنظام التركي. لكن في تركيا أصبحت في أوروبا يعني. لكن فيما بعد الضغوط الأمنية اتجهت إلى اليونان، ثم من اليونان كنت أود التوجه إلى بريطانيا، إلى لندن. وأنت تعلم أن بين بلجيكا وبريطانيا بحر الشمال. استقريت في بلجيكا أتت هكذا يعني بالصدفة. لم كن
لكن أنا الآن سعيد جدا أنه استقريت في بلجيكا. ليش؟ لماذا؟ يعني بلجيكا بلد صغير وحميم ومتنوع، متنوع القوميات، متنوع انت اللغات. بتتكلم كده في 10 سنوات في بلجيكا طبعا تقريبا. في نهاية 2010. الآن أنا أحمل الجنسية البلجيكية وعضو نادي القلم البلجيكي، ويعني لدي نشاطي الثقافي والأدبي هناك يعني المقبول. طيب يعني كيف أقبض على روح الرواية الأولى لديك؟ يعني بعد كل هذه التنقلات وحكيك عن بعض المطاردات يعني لانتقادك، يعني السلطات في أكثر من مكان، هل الرواية الأولى شهدت بعض نعم. اللقطات من نعم. هذه نعم. المتناقضات؟ نعم. الرواية الأولى كتبتها في بلجيكا يعني بعد الاستقرار في 2015. كتبت وصدرت في 2016 وفازت بجائزة كتارا في 2017. كانت الرواية الأولى لي بعد ردح من الزمن في الكتابة الصحفية والكتابة الشعرية وكتابة البحوث والدراسات السياسية. ويعني في اتجهت للعمل الروائي أو الكتابة الروائية كنوع من التجريب. واتخذت هذا المنحى الاستراتيجية التنوع الثقافي، التنوع المناطقي، الجغرافي، الهوياتي. في روايتي الأولى زرت القاهرة أدبيا قبل أن أزورها وأراها رؤيا العين. زرت أماكن، زرت المغرب، زرت تونس، لأنه كانت تلك الفترة فترة الثورات والانتفاضات المتلاحقة من 2011. فجبت تلك المناطق في السياق الأدبي والروائي والتخيلي، لكن التخيل الذي مستند على معطى موثق. هل كنت أنت الراوي يعني داخل العمل، ولا يعني رسمت شخصيات كنت تقوم بالحكي داخل الرواية؟ لا، هنالك راوي عليم وهنالك رواة متنوعون. الرواية في أحد أوجهها أو تعريفاتها أو توصيفاتها هي شبكة معقدة من القصص. يعني هذه الشبكة الهندسة اللي يهندسها الراوي، يحيي أشخاصا، يميتهم، يختلق لهم مصائر، يحزنهم، يبكيهم. عملية الخلق في هذا النسيج الروائي المعقد يعني أخفقت فيه أو نجحت فيه، هذا يعود للقراء والنقاد. لكن أنا حاولت في روايتي الأولى، يعني أنت ستجد المصري إلى جانب الفلسطيني، إلى جانب الكردي، إلى جانب المغربي، إلى جانب البلجيكي الأوروبي، اللي أنا حاليا جزء من ذاكرتي. 12 سنة أنا في بلجيكا، جزء من ذاكرتي ومن عمري ومن تكويني المعرفي والثقافي بلجيكي، شئت أم أبيت يعني في هذا الخصوص. أكيد طبعا. وأنا شخص الزمن يعني أنا شخص الآن ذكرت يعني قبل الدخول إلى الاستوديو أنه أنا كائن هش سريع الانتماء للأمكنة وسريع التفاعل مع البشر. وبطبيعة الحال يعني أنا أهديت روايتي الأولى إلى المدينة التي أسكنها، مدينة أوستند، وهي مدينة ساحلية. عندما رأى بعض الأصدقاء المصريين هذه المدينة صورها ظنوا أنها اسكندرية، تشبه اسكندرية، مدينة ساحلية. ديواني الأول، كتابي الأول في مصر، كتابي الشعري الأول في مصر كان في 2020 عن مؤسسة بتانا. مهدى هذا الكتاب، هذا الديوان أيضا مهدى إلى مكانين في القاهرة، مقهى زهرة البستان ومقهى أنت عمال تسمي الأسماء بأسمائها، الأماكن بأسمائها. ما فيش داعي تقول الأسماء لأن دي أماكن خاصة. لا يعني أنا في التلفزيون يقول لك لا ما تقولش الكلام ده. أنا ده ديوان شعري مهدى. أنا لا أقوم بالدعاية والإعلان أيوة، ما هو أنا للأسف هذه أماكن أنا عشت فيها لحظات جميلة وما زلت أعيش فيها لحظات. من يعني الواجب علي رد الجميل إلى هذه الأماكن طبعا. سواء كان القاهرة أو دمشق أو أوستند أو بلجيكا. فنحن أنا كشخص مدين لكل مكان زرته. ما هو الحد الفاصل داخل هوشناك شعرا ورواية؟ الحدود الفاصلة أدبيا أو مزاجيا أو نفسيا بين كونك شاعر وكونك روائي،
يعني كيف تفصل فصل تام؟ هل هنا يعني نعتبر أن المهنية والصنعة والحرفة تتقدم ويعني تفعل مفعول، ولا أنت يعني لا تخطط لهذا؟ يعني ما يأتي شعرا يأتي وما يأتي على شكل سرد أهلا به. لا، وفي الرواية فعل عمد. مم. الشعر فن الأنا، مم. أما الرواية فهي فن الأنا وأنت وهم ونحن وكل هذه التركيبات التي تحيط بتكوينك وشخصك. فحالة العمد والبناء والتخطيط والهندسة في الرواية يعني ليست كالشعر. آه. الشعر يعني تستند إلى الحالة، مم. إلى اللاوعي فيه أكثر إلى حد ما. عن الرواية اللي طبعا تحتاج كل الوعي يعني. بعض الشعراء يعيدون النظر في نصوصهم، يحذفون يضيفون. أنا نادرا ما أحذف عندما أظن أو أرى أن هنالك زيادة لغوية، نتوءا لغويا، ترهلا، أو بعض حتى في الرواية أيضا. شعر آه الدفقة يعني. فالشعر قام بالدرجة الأولى على الارتجال والعفوية المهندسة أيضا إنجاز التعبير، سواء كانت قصيدة نصر وهي أخطر من قصيدة التفعيلة ومن قصيدة العمود. لماذا؟ لأنه في قصيدة التفعيلة هنالك نوع من التعمد والإيقاع المموسق الذي يمهد لك أو يهندس لك سياقا معينا. طيب أنا يعني طبعا استشفيت أنه الرواية الأولى هوشناك الصحفي كان موجود بقوة داخل العمل الأول، خاصة التجوال اللي حصل في الوطن العربي أدبيا داخل العمل، والوقوف عند بعض الأزمنة أو الأحداث أو غيره لإيضاح ما يمكن إيضاحه من الأديب هوشناك. فالصحفي كان حاضر بقوة، وهذه رؤية يعني مني، ربما تقول لا يعني. هل في العمل الروائي الثاني تجلت بعض الأمور بعيدا عن كونك صحفي راصد بالقلم والصورة والحدث ومهموم بظرف سياسي أو غيره؟ في الرواية الأولى شخصية الصحفي تظهر كشخصية وكلغة. أيوة. لكن الرواية الأولى أيضا متنوعة مستويات اللغة. طبعا يعني هنالك لغة صوفية، هنالك لغة سياسية، هنالك لغة صحفية، هنالك لغة عادية. يعني التنوع مش بس في على مستويات التفاعل مع النص، والكل لا يتكلم بنفس اللسان أو بنفس الوعي أو بنفس التفاعل. لكن في الرواية الثانية، لأنه تتحدث عن معاناة منطقة الشرق الأوسط، تتسرب السياسة بشكل أو بآخر، ليس بلغة، أحيانا بلغة الصحفي. لا يوجد في العمل الثاني شخصية صحفية. العمل الثاني يعني العمل الأول فكرة الرواية الأولى انتقال الميول والأفكار والأمزجة والأهواء عن طريق انتقال الأعضاء. شخص تستأصل أعضاؤه تحت التعذيب وتهرب إلى أوروبا وتزرع في أجساد أجانب، بنت ألمانية وشاب كونغولي وشاب إيطالي، والعضو عندما يستأصل يكون حيا فيه جزء من روح صاحبه. تلك الروح البسيطة تفعل وتغير في كيمياء الشخص المستقبل، فيصير يعني يتخيل أمورا هي تخيلات وأفكار وميول صاحب الأعضاء. الرواية فيها من التشويق والبحث، لكنها ليست رواية بوليسية، ليست رواية بوليسية. لا، هي كده مسحة من الخيال العلمي شوية، لأنه وفيها من الخيال العلمي، البعض لكنها يقول له نقلت قلب من إنسان إلى إنسان، لا يحدث شيء، لا على مستوى الذاكرة ولا الإحساس. لا 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 لا، ده افتراض، ده افتراض. أنا يعني في المواضيع اللي يقال أنه للشعراء ما ليس لغيرهم متاح لهم، أعتقد في الرواية، الروائي لديه يحق له ما لا يحق طبعا. ما لا يحق لغيره. فطالما الموضوع في المتخيل الروائي، سواء في التاريخ أو في الواقع أو حتى في لا المتخيل، لوم ده عليه. متاح يعني. طبعا. في الرواية الثانية أنا حاولت، الفكرة الرئيسة في العمل الثاني أنه توظيف
الفن التشكيلي أو الأدب أو الرواية أو الشعر في التحقيق الجنائي. توظيف الإبداع، شخص متعدد المواهب يختفي في ظروف غامضة، يصل التحقيق إلى طريق مسدود، قاضي التحقيق يقول لم يبقى إلا أن نراجع نصوصه الروائية والتشكيلية والشعرية، لربما نلتقط شيئا يساعدنا في التحقيق الجنائي. لا يوجد شغل شارلوك هولمز ده يعني. بس ليست رواية بوليسية، عندما تقرأها ستدخل في عوالم لا علاقة لها، لأنه المحقق نفسه ينسى أنه محقق ويندمج في روايات ونتاج الشخص المختفي. في الرواية الثالثة الأفغاني سماوات قلقة مزج من الواقع والخيال. في تقديري أنني عدت في هذه الرواية إلى منطقة عمياء في التراث الإسلامي، وهي معركة النهروان التي راح فيها يعني ضحايا كثر من الذين انشقوا من علي ولم ينشقوا عليه. السردية الشيعية والسردية السنية سعت إلى تبرير تلك المقتلة وشيطنة الضحايا. أنا وزرعت شخصا وهميا متخيلا في حدث تاريخي كي يعيد السردية بلغة تميل وتنحاز للضحايا، كأن في صنعت مناظرة من خلال هذا في جزء منها ليس كلها، من خلال هذه الشخصية. خلال هذه الشخصية. العمل الثالث العمل الرابع كأنني لم أكن، هو أيضا ينتمي إلى بيئة ثقافية. فنان تشكيلي يحضر لمعرضه وفجأة يعني يصاب بالعمى. هل يتوقف عن المعرض أم يكمل؟ لكنه يعني من المفترض أن يقدم 12 جدارية، في الجدارية 11 والنصف يصاب بالعمى. إصابته بالعمى ماذا غيرت في تكوينه، في علاقاته، في تعامله؟ يصبح أكثر ميلا للمجتمع العميان، يقرأ لأدب العميان، يشتبك معهم طه حسين المعري، أدباء أوروبيين، ويسترد البصر مرة أخرى، ويعني فكرة في هذا الاتجاه. الروايات الأربع أتت يعني مستوحات مزيج من الواقع والتاريخ والمتخيل الواقعي والتاريخي. الرواية الخامسة بالوكالة عن الغيب. قبل الخامسة هي أنا هنتكلم فيها، بس بحييك الأول على الحفاظ على بعض الخيوط الداخلية أو النفسية اللي بتقفز في كل رواية، وأنت بعيد عن منطقة الشرق الأوسط من الجانب الشرقي يعني، وموجود في بلد أوروبي، يعني تعيش هناك ومشغول جدا بكل ما يحدث أو حدث في المنشأ أو الشرق. هل هذا يعني ما حدث؟ طبعا نصف عمري عشت هناك يعني، لكن هذا لا يعني أنه في أعمالي دخلوا من شخصيات أوروبية أو من شخصيات سواء يعني ليس بالضرورة بلجيكية، شخصيات أوروبية، شخصيات فرنسية وألمانية، لا يعني ذلك. لا، أحاول أنا هذه المنصة اللي هي الرواية أن أدمج أو يعني أعمل برهة تقرب ما بين هذه الحيوات في الشرق والغرب. أنا مشغول إنه ليس لأنني فقط إنه مشرقي، لأنه قضايا الشرق تستحق أن يهتم بها الإنسان، لأنه قضايا إنسانية بالدرجة الأولى. هي بالفعل سياسيا تؤثر على الغرب يعني طبعا كمان. وتؤثر سياسيا واقتصاديا على الغرب وإنسانيا في هذا الخصوص، وبالتالي تفاعلي معها متعدد المستويات، المستوى الإنساني بالدرجة الأولى والمستوى الشرق أوسطي، كون أني أنا ابن تلك البيئة وابن أي بيئة أنتمي إليها. وبيني وبينك يا هشنك المسافات أصبحت قصيرة للغاية يعني. الذي يعني طه حسين عندما ذهب إلى فرنسا كنا ننتظر حتى يعود ليحكي لنا ماذا حدث، وهو الكفيف يعني. الآن وأنت في بلجيكا يمكنك أن تتواصل مع اليابان ومع مصر ومع كل شيء في نفس ذات اللحظة يعني. طبعا. فالمسافات أصبحت يعني متلاشية إلى حد كبير يعني. لذلك قبل سنوات في حوارات صحفية قلت أنه ما عاد هنالك شيء اسمه أدب المحجر، يعني الندوات والأمسيات، هو بس الانتقال بالجسد يعني العيش الواقعي يوم بيوم.
هي طبعا يمكن دي اللي بتحز في طبعا لانه في النفس. في ادب المهجر يمكن ان تتحدث عن فتره الثلاثينات او العشرينات او الخمسينات او حتى الثمانينات، هذا جائز. لكن فيما بعد ومع التقانه وثوره المعلومات والاتصالات والسوشيال ميديا ما عاد هنالك شيء يمكن ان نسميه ادب المهجر. عندما حاليا أنا لا أقول عن أدبي ونتاجي أدب محجري، لأنني انتميت لذلك المكان وسأنتمي إلى الانتماء إليه وأهديه لهذا المكان الذي هو وطني الثالث أو الثاني، وقد يكون لي وطنا ثالثا ورابعا فلسطين أو مصر. والإنسان هنالك بعض المقولات ينبغي إعادة النظر فيها، يعني الإنسان ابن بيئته نعم، لكن ابن مش كل البيئات. نتبناها إنسانيا أو أدبيا، لكن واقعيا طبعا صعب، لأنه دي دعوة إلى فتح الحدود بقى في الآخر يعني، وهذا يعني سيتم رفضه بكل الأحوال. لكن هو أدبيا وإنسانيا مفيش حدود ما بين من يقيم في انجلترا او بلجيكا وما بين من يقيم في اليمن او في الصومال او في السودان. بيتلاقوا في نفس اللحظة على الانترنت، وتكتب مساء وتنشر مساء ايضا وليس صباحا يعني في اللحظة والتو في بلد اخرى يعني. فمن هذا المنظور طبعا اكيد. في تقديري انه يعني انا لا اقطع في الشيء، يعني اقول وجهة نظري واعتقادي وظني، يعني أنه الأدب إن كان لديه وظيفة غير الإمتاع يعني والمؤانسة على حد تعبير أبو حيان توحيدي، فالتقريب يعني الاشتغال على الحس الإنساني، على الحس الكوني، على الحس عندما يقرأ شخصا أدبا مصريا في أمريكا يشعر يعني بأنه ينتمي إلى تلك البيئة، يلامس شغاف إنسانيته في هذا الخصوص. لا أقول أنه الذين اشتغلوا على المناطق أو البيئة أو انغلقوا فيها بأنهم على خطأ، لا، أنا أقول عن نفسي بأنني أكثر ميلا إلى ذلك النموذج في الرواية المنفتحة. طالما الرواية منفتحة على فضاءات وأجناس أدبية أخرى، فهي منفتحة على أفكار قد تبدو فلسفية، قد تبدو كونية، لكن ليس بزعم الادعاء والتبني الأفكار الكبرى، تأتي هكذا. لا، هو سرد بلا حدود فقط يعني. يعني تأتي الأفكار وتضفر بعضها البعض، وينتج أو ينتج العمل الأدبي أو ينتج العمل الأدبي يعني في هذا الإطار. ما أعتقدش حد يكتب رواية موجهة الآن يخدم سياسة أو يخدم لا، هنالك من يكتب رواية ممكن يعني أن تجد طالما هنالك شعر موجه منذ الفترة العباسية والأموية والفاطمية محاولات يعني طالما هنالك نصوص شعرية خاطبت الملوك والرؤساء مدحا أو ذما، أو خاطبت الأديان والرسل والأولياء والخلفاء، فأيضا هنالك روايات بشكل أو بآخر، أو حتى في الدراما أو في السينما كانت مغطاة بطبقة سياسية أو بتوجيه أو بوصلة سياسية مع برضو الواقع هنا يا هشنك. مثلا من يغازلون الفرنكوفونية ويكتبون أشياء تقدم مثلا إلى المسابقات في فرنسا أو غيره، هو يكتب كتابة موجهة بغرض نيل جائزة أو مبالغ مالية، لكن العمل نفسه لا يدوم ولا يبقى، ويتم انتقاده لأنه بيبقى منافي غالبا أو عمل اصطيادي يصطاد بعض الأشياء ليأخذ بها جائزة من يعني هذا بيحصل، لكن لا يدوم. يعني أنا أيضا طرحت هذه الفكرة يعني. لكن لا يدوم هذا العمل، أقصد أقول يعني. أنا لم أتحدث عن الديمومة، أنا أتحدث عن الوجود. هل هنالك شيء؟ بيحصل. نعم، هنالك نماذج من هذه النوعية، من هذه الطينة، حتى في الواقع المجتمع العربي، مش بس الفرنكوفونية، وفي المجتمعات العربية هنالك من يكتب رواية لجائزة معينة أو يخاطب بيئة معينة أو الفزلكة الزايدة يعني،
في تقديري وظني واعتقادي أنه التجريب شعرا ونثرا ورواية مرحب به ومتاح، لكن بوعي. التجريب بجهل وعبثية واعتباط وهبل ده تخريب، ده ملوش علاقة، لا ليست له أي تآصرة الرواية الخامسة قبل الوقت ما ينتهي. الرواية الخامسة أيضا من باب التجريب، حاولت أن لعبة زمن وفيها شيء من هل نشرت في القاهرة؟ طبعا. طبعا ذكرت في مطلع الحوار أنه عن مؤسسة بتانا صدرت لي عن هذه المؤسسة ديوان شعر، وهذا هو الكتاب الثاني يعني لمؤسسة بتانا، ويعني عبركم أوجه الشكر لكل دور النشر المصرية وناشري العزيز أيضا. ف من حق ومن واجب الكاتب أن دي ضوابط داخلية، معلش تجاوز. إجمالا الرواية دي محاولة، والبشر احتمالات والحياة احتمالات. يعني أنا حاولت أن أتناول أيضا الهم الكوني، منطقة غير معلومة، بلد تضربه يعني مرض نادر ويتحول إلى جائحة، وصحيح جيني، طفرة جينية، لكن العلم يعجز أنه كيف تحولت هذه الطفرة الجينية إلى جائحة وأصبحت ما يشبه الفيروس أو البكتيريا أو كذا. فالعلم هنا يقف عاجزا، هي متلازمة إمبراس أو المستذئب، نمو الشعر بكثافة على الجسد، وإلى درجة أنه ما عاد في يعني تخلي عن الملابس، ما عاد، وعاد الإنسان إلى ذلك الشكل، القردة أو الذئاب. طبعا كأنه من الغابة يعني. كأنه من الغابة. هذه القصة أو الثيبة تم معالجتها، لكن بشكل عدواني وتوحشي وسعار في الأفلام السينمائية كالرعب وديستوبيا وحاجة يعني من هذا القبيل. لكن أنا حاولت أبتعد عن هذا الموضوع وأقدم الأمر كتورط دولي، أنه المجتمع الدولي يحاصر هذه الدولة، وتلك يعني يتغير فيها الفنون والآداب، لأنه الشكل تغير، الدستور تغير، 7-8 مليون بني آدم. هل يصح أن نقول أنه هذا مرض أو هذا شعب مريض؟ يعني مفاهيم تغيرت، قضايا كثيرة في الرواية تشتغل بالدرجة الأولى على مسائل التخيل العلمي الاستشرافي أو التخيلي، وانعكاس ذلك على المجتمعات، وكيف انحدرت المجتمع الدولي في السينما وفي السياسة وفي القانون نحو الحضيض، والتعامل مع هذا البلد كسجن يعني محاصر، وكيف هذا البلد المحاصر وهؤلاء البشر المصابون مسالمون، لم يتغير فيهم، نسبة الجريمة قلت عندهم، تجاوزوا المحنة التي عاشوها. طبعا انت هنا رسمت المكان افتراضيا طبعا يعني لتجنب ما تتجنبه، لكن رسم الشخصيات داخل هذا المكان الافتراضي، هل بيئة حجر صحي، بيئة فضاء وعلوم، بيئة يعني الملابس، هل تهتم بهذه التفاصيل داخل العمل إذا صادفتك يعني واضطررت؟ أنا أدعوك والمشاهدين للقراءة لكي يحكموا في هذا الخصوص. طبعا، لكن يعني احنا بتكلم على توظيفك للشخصيات ورسمها بعيدا حتى عن هذا العمل يعني. هنالك راويين، راوي البطل الرئيس الذي يعيش فترة الحجر 24 ساعة، اليوم الأول من الحجر أنت أو أي شخص أو الراوي أو البطل مصدوم أنه تحت الإقامة الجبرية وفي سجن هو منزله، ويستكشف تفاصيل المنزل بعين مختلفة، المكتبة والكتب التي فيها، الاستماع للموسيقى، أشياء كانت موجودة ويجعلها داخل منزله، يستكشف حياته. والمونولوج الداخلي يبدأ يعمل، يعني المونولوج الداخلي في أحد أوجهه حوار داخلي وبالدرجة الأولى، والراوي العليم الذي يتحدث عن ما جرى في هذا البلد خلال 15
سنة فترة الجائحة أو المرض والحصار. فهنالك راويان في هذا، والرواية يعني مشاهد متقاطعة، الزمن متداخل، الزمن الكلي العام المجتمعي، والزمن الفردي الخاص الشخصي في الحجرة في البيت. جميل. التداخل الزيكزاكي لحركة الزمن في تقديري في هذه الرواية كقارئ هو أحد الأبطال. أحيانا المكان يكون بطلا، أحيانا اللغة أيضا تكون لأن بطلا. هنا معك جائحة أو مرض أو غيره، فالزمن هيلعب دور كبير. الزمن طبعا استراتيجي في هذا الخصوص. حاولت يعني على مستوى النخب، على مستوى القيادات في الدولة أو المجتمع الذي تضربه الجائحة. مفكر سياسي خطير يعني تصلح لأن يعني تلتحق ب لا أنا لا أصلح سلك سياسي ربما. لا أنا أكثر ميلا للجانب الأخلاقي. أداعبك قليلا. طبعا وهم لسه بقول أداعبك قالوا لي شكرا، فانتهى الوقت للأسف. وأنا عايز أقول كلمة أخيرة في ربع دقيقة. أنا يعني أشكرك وأشكر نيل الثقافية والشعب المصري. شكرا جزيلا. بثقافيه بنيله بأرامه بحجره بشره. حسنك أوسي طبعا الكردي السوري المقيم في بلجيكا، يعني شرفتنا، وإن شاء الله نلتقي من جديد على خير بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا. ألف شكر. شكرا. نشكركم مشاهدينا، وإن شاء الله الثلاثاء القادم نلتقي على خير. إلى اللقاء.